أما نحن لا نقبل أن يكون سلفنا إلا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهذا نحن نقول إن معيارنا منضبط. الأمر الثاني، لما نقول بفهم سلف الأمة ما نقصد كل فرد من أفرادهم، وهذه قضية أيضا مهمة صحيح. يعني مثلا الصحابة رضوان الله عليهم، لما نقول بفهم الصحابة ماذا نقصد؟ نقصد الأصول والضوابط التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا هم في بعض المسائل الفقهية اختلفوا. ليش يختلفون؟ لأن دائما عندنا قاعدة، وهي أن الضوابط والأصول المتفق عليها في التنزيل قد تختلف الأنظار. في التنزيل قد تختلف الأنظار، في الواقع العملي قد يختلف الأنظار. يعني مثلا كلهم متفقون على أن الناسخ إذا وجد لا يعمل بالمنسوخ، صح؟ ثم نجد فيما بينهم أحدهم يقول هذا ناسخ والآخر يقول لا منسوخ. ما يضر. ليش؟ هم اتفقوا على القاعدة واختلفوا في التطبيق، ما يضر. أنا وأنت نفس الكلام نقول لما نتفق على قواعد السلف ثم نختلف، قد نختلف في التطبيق لأننا بشر. مثلا أضرب لك مثال واقعي يسير جدا. الطمأنينة في الصلاة ركن عند جمهور العلماء. أنت ترى أن الركن يؤدى بقولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، أنا أقول لا، أقلها 3 مرات. إذا نحن اتفقنا على الفرضية، الأصل على الركنية، أن الطمأنينة كيفية تطبيقها، كيفية التطبيق اختلفنا، قد يقع الإنسان. لذلك لما نقول أن الخوارج ربما يستدلون بأفعال بعض آحاد من نحن نراهم من السلف، مثلا لما يجي الخارجي ويقول سعيد بن جبير خرج فهو سلفي، أقول لو كنت صاحب سنة غير متبع للهوى فلماذا تدع جمهور التابعين الذين عاشوا مع سعيد بن جبير ممن أنكروا على سعيد بن جبير خروجه وأخذت بقول سعيد بن جبير؟ هذا هو الهوى. ما هو الهوى؟ أن تترك ما عليه جمهور العلماء سواد الأعظم من أهل العلم ثم تأتي وتأخذ بقول أحد. من هنا قال الإمام أبو يوسف كلمة جميلة، ما هي؟ قال من تتبع رخص العلماء تزندق. إذن نحن لما نقول فهم سلف الأمة يعني مجموعهم